أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بجميع الإخوة الذين جاءوا من أنحاء البلاد وخاصة من دول غرب أفريقيا، ليعلم الجميع أننا نجتمع من أجل قضية إسلامية وإنسانية. أبرز القضايا في العالم اليوم وأقدم القضية الإنسانية والإسلامية إنها قضية الحرية الواجبة على شعبنا المسلمين العرب في أرض فلسطين. وليعلم الجميع أن هذه القضية بالنسبة إلى ما يكره الكثير من الصحفيين ومن الناشطين وتنشره القنوات الفضائية بأن القضية الفلسطينية اليوم هي أصغر القضايا الإنسانية، والحرب الجارية على غزة هي أخطر الحروب العالمية اليوم. فنحن قد اختارنا الله أن نجتمع هنا ليكون لنا دور في دعم هذه القضية، وهذا الاجتماع مبارك وله ثواب كبير، لأننا نجتمع لنقف بجانب الفئة أو الطائفة المؤمنة، الطائفة التي أثبت طوفان الأقصى أنها هي الطائفة الوحيدة التي يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لسبب هذا الثبات الغريب واستشهاد القادة بل والآلاف من المجاهدين ومن المدنيين. مع ذلك لم يتغيروا ولم يتبدلوا، وما زالوا يقاتلون نيابة عن الأمة الإسلامية، عن أمة بليونين. هؤلاء الذين تحدث عنهم الحديث أن العالم سيجتمع عليهم، مع ذلك لا يزالون ثابتين ظاهرين مجاهدين إلى يوم القيامة. المجاهدون في غزة هم المذكورون في هذه الأحاديث التي تتحدث عن الطائفة المنصورة التي في القدس وفي حول القدس. وإذا كنا من الذين اجتمعوا من أجل تحييدهم فنحن ما زلنا في دائرة المباركين. بارك الله لنا جميعا. بالنسبة إلى اعتقادي ليست هناك قوة حية تدعم فلسطين في غرب أفريقيا بالنسبة إلى المطلوب الذي سيكون له أثر المطلوب والمناسب لدعم القضية. لماذا؟ لأن الحكومات في غرب أفريقيا ما زالت مستعمرة، إما أن تكون عن طريق الوكلاء أو عن طريق بعض الرؤساء الذين يدعمون الغرب. والحرب بين حماس أو بين الحركة المقاومة الفلسطينية وإسرائيل إنما هي الحرب بين الغرب والإسلام، ولكن تمثلنا المقاومة الفلسطينية. فالدول الأفريقية غرب أفريقيا معظم مثلا نيجيريا الحكام الذين يسيطرون على الحكومة معظمهم من أبناء الغرب. فإذا نحن نريد شيئا لهذه القضية، فأنا بالنسبة إلى ما أعرفه أن الشعب المسلم الأفريقي يقفون 100% بجانب المقاومة، بجانب الشعب الفلسطيني. فلنبحث عن الدور المطلوب بين الشعوب. فالجمعيات الإسلامية، الشخصيات الإسلامية، أئمة المسلمين لهم دور، ويجب أن يكون هذا الدور، أن نبدأ هذا الدور
أن يتحفر فيما يجري الآن في فلسطين. كيف سيكون لنا هذا الدور وما نوع الدور المطلوب منا؟ أولا أطلب من القائمين بتنظيم هذا المؤتمر الجاري أن يشرفوا مباشرة على بعض النقاط التي أريد أن أثبتها أمامكم الآن. أولا يجب أن يكون هناك عمل شبكي، عمل التعاون بين الشخصيات والجمعيات والمنظمات والمراكز الإسلامية في غرب أفريقيا. يجب أن تشرفوا على هذا العمل، أن يكون هناك التعاون والجلوس معنا. مثلا هذا الائتلاف الاجتماع أو الحلف من أجل فلسطين أن يكون في كل دولة، وأن يكون ذلك بين جميع المنظمات والجمعيات الإسلامية، ولكن على حذر أن لا نتدخل في الخلافات الفكرية والعقدية بين المسلمين في الغرب، لأن هذا الأمر موجود، ولكننا أنتم الذين تريدون أن تشرفوا على هذا العمل لا تتدخلوا في ذلك. يهمكم فقط العمل الفلسطيني، تتحدثون معهم على العمل الفلسطيني فقط، لا يعنيكم ما يسبب الإخلاف بينهم، لأن هناك خلافات مذهبية، هذا صوفي هذا سني هذا موجود، ولكن كلهم يهتمون بالقضية الفلسطينية. الصوفيون معروف، السنيون، حتى السلفيون، حتى المتسددون منهم كلهم مع القضية الفلسطينية. بالنسبة للذين نحن نراهم في غرب أفريقيا كلنا بجانب القضية الفلسطينية، لكن نحن بحاجة إلى تنسيق بيننا لدعم القضية، لأن هذه القضية قد تلعب دورا مهما لتوحيد صفوف المسلمين الذين يتخالفون بينهم. يمكن هذه القضية يمكن أن ننتهز الفرصة لتوحيد صفوفنا كذلك. يمكن أن نتخالف بيننا ولكننا لم نتخالف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وخاصة ما يجري اليوم. نعم، العمل الثاني هو أن يكون هناك العمل على تثقيف المسلمين وغير المسلمين. نعارض القضية لغير المسلمين كأنها قضية إنسانية، لأن هناك آلاف من المسيحيين يؤيدون القضية، ينظرون إلى القضية كقضية إنسانية فقط. فلا بد أن يكون الذين يريدون أن يقوموا بهذا العمل في أفريقيا أن يعارضوه للمسلمين كقضية إسلامية وإنسانية، أما غير المسلمين كقضية إنسانية. فلا بد أن ندرب قادة العمل الإسلامي الذين يدعمون القضية، أن ندربهم على هذا الجانب، أن نثقف القائمين بالأعمال الفلسطينية بهذا الجانب، وأن لا نعارض للناس كأنه قضية دينية، لأن ذلك سيعارض القضية إلى خطر. الأمر الثالث هو يجب أن تكون هناك جهة تشرف على جمع تبرعات. جمع تبرعات بحاجة إلى أن تكون، الأفضل أن تكون عن طريق المشرفين لا عن طريقنا. مثلا إذا كان هناك مثل هذا الاجتماع وحضر الضيوف وكان هناك تنسيق سابقا ونجمع الناس وتكون هناك لجنة تجمع تبرعات، نحن بحاجة إلى تبرعات. الناس مستعدون لدفع التبرعات لكن يحتاجون إلى توثيق على هذه التبرعات ستصل إلى ما يريدون، ويثقون بالإخوة العرب أكثر من غيرهم. وإذا سيكون هناك عمل يتعلق بجمع تبرعات أن يكون هناك نوع من التوثيق، مثلا إذا كان هناك ضيوف أو إذا كان هناك مندوبون من كل جهات، ويرى الناس أن هؤلاء المندوبون الذين يشرفون على جمع التبرعات ليس بجهة واحدة، فهذا العمل سينجح في ذلك. جمع التبرعات سيكون له دور في نصر القضية كذلك، أن نتحدث معهم يقتلون فلسطينيين يدمرون البيوت، هذا لا يكفي. الناس يسألوننا
ماذا يجب أن نقدم لفلسطين. فعندما نسأله عن المال ولنا طريق واحد لجمع التبرعات، كل سيدفعون هذا المال ويرى أنه يلعب دوره لدعم القضية. ومن المطلوب الحركات الإسلامية والجمعيات الإسلامية في غرب أفريقيا هم كذلك بحاجة إلى التدريب. هناك بعض المؤسسات تقوم بدورات، تنظيم دورات التثقيفية إدارية، لا تقوم بالعمل الفلسطيني فقط. ادعموا هذه الجمعيات كذلك حتى يعرفوا كيف سيدورون شؤونهم. هم بحاجة إلى دورات في إدارة الجمعيات الإسلامية، الدعوة، دورات القيادات، حتى دورات لجمع التبرعات، العمل الخيري. كل هذه الأمور سيكون له دور في دعم القضية في غرب أفريقيا، هكذا كان غرب أفريقيا. ونسأل الله عز وجل أن يدعم هذه القضية عن طريقنا، أن يستخدمنا لدعم هذه القضية، لأنها قضية إسلامية وإنسانية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.